السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم فيديو تاني. أسعد الله مساكم. أنا هنا خلاص قربنا على المثل لأن أنا في العصرية. روتين يومي جديد، صباحي مصري، ريفي جميل جدا. روتين الذي أعشقه. بصوا يا جماعة، طبعًا أنا باعشق طبعًا الروتين، أي روتين فوق سطوح البيت. أنا خدت الأولاد كده وقُلنا كده هنعمل النهارده عشان الأولاد يعني لينا بقى لنا فترة ما عملناهوش. عملنا البسكوت ال البلدي، البسكوت الريفي، وهاقول لكم البسكوت ده طعمه جميل، جميل، جميل يا جماعة بقد إيه يعني. هاقول لكم على طريقته وطلع معايا تحفة. زي ما أنتم شايفين، أولادي بيساعدوني في روتين اليوم اللي أنتم شايفينه ده. البسكوت طلع معايا أجمل من أي مرة وطعم جدًا ولذيذ جدًا. هاقول لكم إزاي تعمليه ويطلع معاكِ ناجح. تحلية من تحليات الشتا يعني. الأولاد طلبوه والله بقى لنا فترة طويلة ما عملناهوش، فقُلت إيه، حبيت إن أنا أعمله، بس طبعًا في الشمس كل حاجة تحلى في الشمس، الشمس المصرية. و وقبل ما أبدأ الفيديو معاكم، باهنّئ الفريق المغربي على فوزه في المباراة، وإن شاء الله المغرب تفوز بنهائي كأس العالم إن شاء الله. ألف مبروك لإخواتنا وحبايبنا المغربيين، وإن شاء الله لأول مرة في تاريخ العربي، أو تاريخ العالم، إن شاء الله المغرب السنة دي تقفّل كأس العالم إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. ألف مبروك لتاني مرة. بصوا يا جماعة، الفيديو بتاعنا النهاردة، بدأت الفيديو دول حوالي 25 بيضة. هو المفترض إن أنا هعمل 3 مقادير، بس أنا لقيت إيه، البيض عندي ما مكفينش غير 25. والله رغم كده طلع البسكوت في منتهى الطعامة والجمال. عملت 25 مقدار، سوري، 3 مقادير. المفترض إن هو كل مقدار 10 بيضات، بس أنا لقيت البيض عندي مش مكفي، فهم دول 25 بيضة. بس أنا هاحط لهم كل المقادير بتاعة إيه التلات مقادير يعني. المقدار اللي هو إيه 10 بيضات. بصوا ال25 طبعا اتأكدت إن مفيهمش بيض بايظ زي ما انتوا شايفين كده. هضربهم بالمضرب. مفترض إن أنا هنزل عليهم الفانيليا طبعا. حط الفانيليا اللي انت عايزاها، عشان كل ما الفانيليا زادت كل ما البسكوت طعمه هيبقى وريحته وطعمه يبقى جميل معاك وميبقاش فيه زفارة. أنا هحط الفانيليا السايلة، بتدي طعم حلو خالص يعني وريحة حلوة. وفانيليا ايه، فانيليا بودرة. حطيت 3 أكياس فانيليا بودرة، واحط ايه كام نقطة من الفانيليا السايلة. ادي يا جماعة. وهضربهم الضربة اللي هي عشان ريحة البيض ما تبقاش موجودة فين في البسكوت ده بنقول عليه بسكوت النشادر يا جماعة، روتين بسكوت النشادر. احنا عادة بنبقى نعمله في الأعياد. طبعا كل بيضة يا جماعة، لكل 10 بيضات بحط المفترض ايه كوباية لبن. كل 10 بيضات بحط كوباية لبن. آه وكوباية سمنة لكل 10 بيضات، كوباية سمنة. خلاص، حطيت بس حوالي معلقتين زيت، كوباية سمنة وكوباية لبن لكل 10 بيضات. وهنزل بعد كده السكر يا جماعة. السكر أنا حاطة ده سكر بودرة أو سكر تطحنيه يعني. لكل لكل 10 بيضات كوبايتين سكر. لكل 10 بيضات كوبايتين سكر. وطلع معاه المقدار مظبوط جدا جدا، وطعمه لا هو مسكر قوي ولا هو ايه ناقص سكر. والله اول مرة يطلع معاه بالطعم الخطير ده.
واقول لكم على التكه اللي بتخلي بسكوت النشادر ينجح معاكي او يفشل. في خطوه مهمه جدا يا جماعه، انا كنت بعمل المقادير دي كلها، انا عمري ما عملت والله، يعني معظم الحاجات دي كلها عمري ما عملتها في بيت ابوي. فانا كنت احط المقادير دي كلها، واجي احط الدقيق نفس المقادير دي، واحط الدقيق بعد كده. طبعا انت بضرب السكر والبيض كويس هنا، واحط الدقيق وتميني اديها العجن، اعجن كتير بقى، فكان البسكوت يعمل عرق ويشد معايا وكان بيفشل. وكنت انا بقى بعمل نفس الكمية واقل وما يقطعش معايا، يقطع كمية قليلة جدا، فمعرفش انا كده. طب انا عاملة كل المقادير صح واجيبها مرة واتنين وتلاتة وبرضه يفشل. فسألت لقيت اني سبب الفشل هنا ان انا بعجنه كتير. طبعًا هنا بانخل الدقيق، لو أنتِ عندِك دقيق طازة، يعني هو مش مش كيك عشان نخله، بس هو يستحسن عشان ربما يكون في حاجة كده دقيق كده. وكل طبعًا 10 بيضات باحط له خميرة نشادر، خميرة النشادر أو خميرة البسكوت بتاعتنا، ده بسكوت النشادر فمسمينه على الخميرة بتاعته. خميرة البسكوت إحنا كل بنحط له لكل 10 بيضات. ادي ال10 باحط أنا طبعًا الدقيق، خلّي بالِك باحط حسب حسب العجين. أنا الدقيق عندي ما باحطوش، ما باحبش أحط بالمقادير والله. يعني حتى الكيك أنا برضه باحب باعملها حسب حسب الملمس كده، لحد أنا عارفة بالنسبة إن أنا متعودة على على قطعة البسكوت، فباعجنها كده، ولمّا أحس إن أنا ما فيش سوايل قاعدة معايا في العجينة، ما تسمّكيهاش أوي عشان أهم حاجة تتخلّصي من السوايل، ما يبقاش في العجين سوايل خالص. ما تحاوليش تعجني فيه كتير، أنتِ بس بتقلّبي الدقيق مع المكونات، تقليب فقط يا جماعة مش عجن، لو عجنتيه هيبوظ منِّك البسكوت، أنا مجرّباه، العجن بيبوّظ منِّك البسكوت. وحطيت باكو باودر على العجين كلّه. بُصّوا يا جماعة، باحاول إن أنا ما اعجنش باقول لكم. الدقيق لسه قليل خالص، فاحط تاني قبل ما إيدي ما بالفش كتير يا جماعة. بصوا كده، عجن باحاولش إن أنا تقليبة بس، برضه لسه قليل الدقيق، لسه قاعدة فيه سوايل أهو. أهو برضه فيه سوايل لسه، طالما إيدي بتطلع مبلولة يبقى لسه فيه سوايل كده، لحد ما أحس إن إيدي ما بتطلعش مبلولة من العجين، لسه فيه سوايل، طالما بينزل العجينة على طول لسه سايل. شوية تاني أهو. بالم برضه مش باعجن، باقلب بس، باحاول إن أنا كل ال الأماكن ما يبقاش فيها سوايل، باعجن أنا في حلة هنا. بتقولي لي ما بتعجنيش ليه في حاجة بلاستيكية؟ أفضل طبعًا عشان ما تعملش لون في البسكوت الحاجة الألمونيوم، بس أنا عشان عاجنة كمية كبيرة فما عنديش حلة بلاستيك تشيل الكمية دي كلها، فما لقيتش غير الحلة الألمونيوم اللي أنتم شايفينها دي. بيبقى الأولاد فرحانين بيه ليه، أو ليهم فترة طويلة والله، يمكن ليه من العيد رمضان السنة اللي فاتت ما أكلهوش، فقالوا إحنا نفسنا يا ماما ناكل بسكوت النشادر، فقلت إن ما احرمكوش منه وعملته لهم يعني، فرحوا بيه خالص أهو. لحد لسه لسه برضه عمالة ألم أنا طبعا لحد ما أتأكد إن مفيش اهو. بص لما اوريكم ايديا تحسوا ان هي ملزقة كده لسه برضه. عايز شوية دقيق، ادي معلقتين 3 كده. وادي العجينة، انا محاولش ان انا اسمكه قوي يا جماعة، لو سمك منك بيطلع تخين كده وناشف، فانا كده كده تقريبا في المظبوط. قلبته فقط تقليب فقط مش عجن، لو عجنتيه هيعمل عرق منك وهيعمل مش هيطلع حلو في الخبيز كده. خدنا الخبيز وطلعنا هيلا بيلا انا والاولاد، طلعنا على السطوح عشان نخبزه. ماكينة البسكوت دي مكنة قديمة قوي من عندي من ساعة ما انا اتجوزت، عشان الاولاد كده جوني فجأة كده قالوا لي ماما احنا عايزين بسكوت، فانا كنت لو افتكرت انا كنت اشتريت واحدة تانية،
لان المكنه دي عويله قوي وطلعت عيني وانا بعمل فيهم والله. آم، قعدنا احنا والاولاد فوق السطوح. طبعا القعده في الشمس جميله جدا، شايفين الشمس اهي، بس اخر اليوم برضو الشمس ضعيفه شويه، تحسها مصفره، مش شمس يعني دافيه، برضو ادفى من تحت، عشان انا الفرن حطاه فوق، فبطلع كل الحاجات كده، فرشنا الحصيره واديناها بقى القعده اللي هي يعني سبحان الله، يعني متشبعوش من قعده السطوح. انا قاعده وسط الزرع والمنظر الجميل ده. آم، حضرت الكرسي بتاع احمد اللي هو عبارة عن بلوكة بيضة كده هيقعد عليها، هم ودودي ربنا يخليهم لي يا ربي هيساعدوني. والبنوتة اللي قاعدة دي بنت الجيران، هي صراحة بتحب تيجي تلعب مع محمد، فجات فمحمد ده معشوقة محمد دي، بيحبها زي يعني والله، يعني لو يطول قعدة لنا معانا ليل ونهار وما يخليهاش تروح ابدا، يقعدها والله، رغم ان هي اللي اكبر منه في السن، كبيرة عنه خالص يعني، لكن هو بيحبها جدا جدا، البنت طيبة وحلوة خالص يعني. ساعدوني الاولاد وعملنا ايه البسكوت النشادر، روتين يومي جديد وروتين جديد عليكم وعلينا. اتمنى انكم انتوا لو عايزين تجربوه تجربوا مقدار فقط. ممكن تعملوه بمكنة البيتفور على فكرة، بس تحاولي انك انت بالمكبس بتاع البيتفور، وتحاولي انك انت تحطي له اللي هو القمع بتاع ايه آه، بتاع الكريم شانتيه، تحطي القمع بتاع الكريم شانتيه في حلق المكنة البيتيفور، هيطلع لك البسكوتة زي كده والله، تبقى جميلة خالص يعني. الناس من اصحابي كده بيجربوه. طبعا انا الصاجات عندي بدهنها بالسمن هنا او الزيت يعني، وبابتدي كده إيه أقطّع بالمكنة العويلة دي اللي هي إيه، يعني يا ريت معايا مكنة كهربا، في مَكَن كهربا يعني جماعة البسكوت بيبقى جميل خالص. بتبقى سريع جدًا، يعني ممكن الكمية اللي أنا عاملاها دي كلّها ما تاخدش نُص ساعة أو ساعة إلا ربع. طبعًا هنا بتسألوني فين باقي الأولاد، اللي بيحبّوا يساعدوني البنات ما لهمش شغل أوي، ملهيين في المذاكرة بتاعتهم. لكن أولادي هم اللي بيساعدوني، ربنا يخليهم لي ويخليهم لكم، يخلي لكم كل أولادكم يا رب إن شاء الله. طبعا كان يوم جميل وقضيناه فوق السطوح مع اللمة مع الأولاد، خدوه كده سلاوة وحبوا اليوم. بس أنا تعبت صراحة فيهم يعني، لأن الدنيا برد قوي وفضلت بقى خلصتهم خبيز بالليل صراحة، ما اكدبش عليكم يعني، قطعناهم كده ودخل عليا الليل وكانت الدنيا برد يعني عند الفرن، بس برد والله. اهو يوم عدى يوم، برضو كله شقة، وفي يوم علينا ما فيهوش شقة وتعب. ايام الناس كلها شقة، ربنا بس يدينا الصحة ونشقى ويدينا ويديكم طولة العمر يا رب ان شاء الله. واهم حاجة طالما احنا صحتنا كده، مش مشكلة بقى، بيبقى شقة حلو يعني محبوب، الناس كلها بتبقى حابة ان هي كده يعني تشقى عشان اولادها، كل حاجة حلوة عشان خاطر الاولاد. ربنا يسعدهم ويسعدكم ويسعد الناس جميعا يا رب. انا يعني ماليش في الكورة قوي، تايبة من زمان. انا كنت لو كنت في المرحلة الثانوية، تقريبا كان في 92 او 91 كده. كانت في مباراة بين مصر وبريطانيا، وكان بيلعب فيها الكابتن حسام حسن وإبراهيم حسن وكده، وكنت بشجع جدا قوي قوي الفريق المصري، وكان دخل مع تقريبا دخل مع انجلترا في كاس العالم، فانا كنت مشجعه الموضوع ده خالص، وكنت عندي امل كبير قوي قوي، وفضلنا ندعي ليل ونهار ان مصر تفوز على بريطانيا وتتأهل للنهائي للفوز في كأس العالم. كانت تقريبا في الدور قبل النهائي أو حاجة زي كده، من بعيد يعني، أنا ذاكرتي ضعيفة. ورحت أنا، فضلنا بقى 3 أيام ما ننامش، وإحنا نهار كله ندعي ليل ونهار يا ربي مصر تفوز يا رب مصر تفوز. راحت إنجلترا بقى غلبت مصر، ومن ساعتها أنا عملت عزوف أبدا، إني جت على الأعصاب، والمباراة كانت صعبة جدا وجت على أعصابه، وحلفت إن أنا يعني
أبُص ماشي على المباراة، لكن أنا أشاهد وأقعد أحرق في أعصابي ودمي وفي الآخر على لعبة، من ساعتها تُهت إن أنا أتفرّج على أي مباراة ولا كنت طالبة يعني في الثانوي، تُهت إن أنا أتفرّج على أي مباراة ولا أشجّع أي فريق مهمًا كان، إلا كده تشجيع عابر، لإني أنا صراحةً اليوم ده فضلت يومين أبكي بسبب إن مصر ما فازتش على بريطانيا. يعني فرحت فعلًا إن المغرب اتأهّلت للدور قبل النهائي لكأس العالم، لكن أنا ما شُفتش المباراة صراحةً، أنا شُفت النتيجة على القنوات وكده. فألف، ألف مبروك للشعب المغربي الحبيب، وإن شاء الله تبقى أول فاتحة على الدول العربية كلّها إنها تفوز بكأس العالم، يا رب، يا رب إن شاء الله. طبعًا شايفين حمود فرحان أوي باللعبة، حاسّة إن هي لعبة طبعًا، وقاعد لي كده وإحنا طبعًا الماكنة العويلة دي عمّالين نقطّع البسكوت بتعب ومعاناة والله. أنا نِفْسي إن أنا أجيب ماكنة غيرها يعني، فمش عارفة أنا سمعت إن هو في مَكَن stainless يعني، فمش عارفة يعني المَكَن الكهربا أكيد غالي طبعًا، أحاول إن أنا أجيب حاجة على قدّي يعني. فهاحاول إن أنا أشوف الأسعار إيه بقى في السوق وأحاول إن أنا أجيب مكنة stainless تبقى أفضل من دي، لإن أنا حسيت دي خلاص كده ده الfinal بتاعها يعني الfinal بتاع المكنة ده أو الfinal بتاع الmatch بتاع المكنة يعني خلّصت كده هنِّجت بقى. خلّصنا البسكوت كده والله بُصّوا زي العسل والله، جميل جدًا حتى البسكوت بيبان من أول ما تخبزيه يعني، أو من أول لمّا تقطّعيه من الماكنة يعني بيبان هيطلع كويس والّا لأ. وأدي البسكوت بتاعنا على الفرن وأنا كده خلّصت طبعًا بُصّوا كده ما لقيتش حد من الأولاد يساعدني عملت فكرة الأولاد تعبوا ونزلوا وسابوني أنا قعدت عمّالة أقطّع في الباقي، فرُحت لقيت فكرة، بقيت أنا أشغّل المكنة وأروح أعملهم كده بصوابع طويلة فكرة حلوة والله، أعمل الصوابع الطويلة دي وبعد كده قُلت أقطّعهم بالسكينة زي ما هو كده، يعني مش صعب إنِّك أنتِ تشغّليها. نعمل إيه بقى في الشقة، هو كل الخبيث ده كُلّه شقة وكُلّه شقة في شقة على بعضه وربنا يسهّل ويخلص اليوم على خير إن شاء الله. بُصّوا آدي البسكوت زي ما أنتم شايفين شكله يدُل على إن هو تحفة والنتيجة بتاعته حلوة خالص، وهاورّيكم النتيجة النهائية بتاعته جميلة جدًا، والله أجمل من أي مرّة عملتها قبل كده، جرّبوا بس أنتم وإن شاء الله هيطلع معاكم ناجح خالص. بهذا الشكل بُصّوا كده عملت صوابع طويلة أوي، وبالسكينة بقى بُصّوا زي ما أنتم شايفين كده، قطّعيه بالطول اللي أنتِ عايزاه، تقطّعيه أصغر تقطّعيه أكبر براحتك يعني، آه، زي كده، مُريح خالص وممكن تشغّلي المَكَن لوحدِك وممكن تعمليهم لوحدِك بطريقة سهلة وناجحة خالص، وكده فنّشنا اليوم بتاعنا. خلاص كده كانت ادي كمية البسكوت اللي قطعناها كلها يا جماعة. بس عايزة بص شكله حلو ازاي. آه المكنة عشان عويلة مش مساعداني فعمالة تتك وتعمل، لكن وطالع حلو قوي والله حلو قوي وكبيز وطعمه تحفة، لو ادوه الطعم تحفة. انا صراحة لو قريبين عليا ابعت لكم كل واحدة شوية والله. بصوا زي ما انتم شايفين دي كمية اللي خبزناه، ده مش كل ده اللي خبزناه، ده انا خبزت شوية تحت. بص ادي البسكوت بعد ما انا دخلته الفرن وطلعته، بص الجمال، بص الحلاوة بقى. وردي الفرن هنا تبقى مظبوطة، ما تبقاش سخنة قوي ولا باردة قوي، وهوريكم قد ايه هو ناعم وجميل جدا جدا. ودي كمية انا بعملها بالموس اللي هو موس النجمة. الكمية دي يا جماعة انا بعملهم ده السينابون بتاع الارياف بقى. هوريكم طريقة السينابون بتاع الارياف. بصوا بنجيب السمنة البلدي ونطحن سكر وننزل البسكوتة وهي سخنة، دي البسكوتة المدورة اللي وريتها لكم دي في السمنة البلدي السخنة. ممكن يعني مش سمنة بلدي خالصة يعني عشان يعني السمنة البلدي غالية، بجيب كوباية سمنة بلدي وكوباية وكوباية سمنة عادية
بقلبهم على بعضهم، وبحط البسكوتة في السمنة وبطلعها احطها في السكر، فبتشيل السكر زي ما انتم شايفين كده. ده السينابون بتاع الارياف بتاعنا في الصعيد. والله طعمه جميل جدا جدا جدا، وهيعجبكم برضو، الفكرة تعجبكم خالص. الاولاد بيعشقوه اكتر من الغريبة والمخبوزات التانية، لانه لو جربتوها هتلاقوه طعمه حلو قوي. وهي البسكوتة ما تطولهاش في السمنة طبعا، انت بتنزليها على طول ترفعيها على طول وتيجي حطها في السكر البودرة المطحون، بتبقى بهذا الشكل جميلة جدا. ودي كل الروتين اللي عملناه النهاردة والفكرة اللي عملناها النهاردة. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ونال رضاكم، ما تنسوش تعملوا الاشتراك واللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.